أعزائي المتابعين أهلا بيكم. النهارده هنجمع مع بعض ترابيزة السفرة مقاسها 120 في 60 سم، 120 في 60 وأربع رجلين خشب زان. الأول عايز أقول لحضراتكم إن هو لما بنطلب الرجلين مدونة بتيجي لحضراتكم بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. دايما أنا بقول إحنا مش بنسترخص حاجة، يلا بينا نجمع مع بعض. ده الدريل يكون عندنا في البيت وأربع قواعد معدن، وبعد كده بناخد 10 سم من هنا و10 سم من هنا اهو، وبنخلي القاعده نسبه الميل بتاعتها اللي بره، بنحط الاربعه كده اهو زي ما حضراتكم شايفين. مهم جدا ان نظبط القاعده، علشان في ناس بتقول احنا بنيجي نركب الترابيزه ما بتثبتش، لان بيكون الميل يعني زي ما حضراتكم شايفين انا باخد كده اهو وكده اهو، المساحه دي قد المساحه دي بالظبط، ونسبه الميل من ناحيه واحده. وبعد كده هنجيب المسامير. طبعا احنا بنركب المسامير حسب تخانه القرصه اللي انا شغال بيها دي 16 مللي، فهركب لها مسمار سنتي ونص. لو ركبنا مسمار طويل كده هينفد، فطبعا هنركب مسمار سنتي ونص. هنركب الاربع قواعد. الموضوع يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين هو سهل جدا، وانا هعمل فيديو مش هقطع منه حاجه ولا همنتج، هخليه زي ما هو ايا كان الوقت، علشان حضراتكم تعرفوا ازاي تجمعوا قرصه المكتب او الترابيزه. في الحقيقه اللي انا بعمله ده عميل امبارح كلمني وقال لي انا عايز ترابيزتين سفره مقاسهم 120 في 60. هو كان طالب عدد اكبر من كده، ولكن قال لي احنا هنجرب في ترابيزتين بس. قلت له ماشي، لو عايز واحده انا ما عنديش مشكله. في الاخر قال لي خلاص اتنين، وفي الحقيقه راح باعت لي ثمن الترابيزتين، وانا بعملهم قدام حضراتكم علشان نتعلم مع بعض ازاي نعمل. طبعا انا حاطط القرصتين على بعض اهو زي ما حضراتكم شايفين، وده مستوى الفينش اللي احنا بنسلمه للعميل، علشان في ناس طبعا بتكون متخوفه من اونلاين. انا بقول للناس اللي بتخوف من اونلاين في الحقيقه انت عندكم حق، لان في شركات بتسلم ارضى حاجه، لا يعني المفروض احنا اللي نعرضه هو اللي نسلمه. بنعرض شغل كويس نسلم شغل كويس، بنعرض شغل جوده اقل برضو نقول للناس، علشان ما حدش ياخد حاجه وبعد كده يتخدع فيها. القرصه دي عايز اقول لحضراتكم ان القرصه دي طبقتين ميلامين وخشب MDF، وطبعا دي تستحمل كويس جدا لان الخشب MDF بيكون قوي وبيكون كويس. في طبعا تليفون، احنا هنقفل التليفون كده علشان بس، وهناخد بعد كده الاربع رجلين اهو هنربطهم زي ما حضراتكم شايفين. دايما انا بقول للعميل احنا بنجرب الشغل قبل ما بنسلمه اهو. ادي الاربع رجلين زي ما حضراتكم شايفين اهو، بنربط الرجل على الاخر خالص علشان ادي الاربع رجلين كده احنا ربطناهم اهي. ادي الاربع رجلين، وادي شكل الترابيزه اهي، وادي شكل الترابيزه ما حضراتكم شايفين، وما شاء الله جامده وتستحمل. ترابيزه السفره احنا مش هنحارب بيها ولا ايه؟ تنفع سفره وتنفع مكتب. اتمنى اكون فدتكم، واي حد هياخد ترابيزه من عندنا هياخد طبعا الرجلين، لو طلبتها مدهونه هتجيلك بالشكل ده، ولو طالب فيها المسمار هيجيلك المسمار ده، وبعد كده بنركبه في قلب القعده. اشكركم والى اللقاء، تحياتي. اشرف شندي.